السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كده دايما في خير وسعادة. قبل ما ابدأ معاكم احب اشكر كل حبايبي الجداد اللي شرفونا في القناة. اما بقى بالنسبة لوصفة السمك الجميلة اللي قدام حضراتكم دي، ان شاء الله كل اللي يجربها هتنور رضاه بأقل كمية سمك. رايحة خليكي تكفي بيها عيلة. شايفين الطاجن وشايفين جماله ان شاء الله. ينور رضاكم. الطعم جميل جدا، وطبعا الشكل بيغني عن الكلام. يلا كده نبتدوا مع بعض. معايا هنا سمكتين من سمك المكاريل. طبعا بتنضفي السمك وبتغسليه كويس جدا. بعد كده بتمسكيه بقى تنقعيه قيمة 5 دقايق أو 10 دقايق في مية بليمون علشان تتخلصي من أي دم موجود في السمكة أو أي زفارة. بلاش تنقعيه في مية بخل علشان الخل ما يهريش السمكة منك. بعد كده بقى بتبدأي تخلي السمكة من ظهرها كده وتفتحيها بسكينة كده تكون حامية علشان ما تهريش السمكة بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. طبعا بعد ما بتفتحيها بيبقى فيه شوكتين كده طوال. من السهل كده انك تتخلصي منهم. شايفين؟ سهل وبسيط وما بياخدش يعني اي وقت، وما بيتهريش كمان لان ايه، ما فيهوش شوك كتير. يعني تبدأي بقى تدخلي السكينة كده وتمسكي الشوكة اللي في النص دي، تضغطي بالسكينة على اللحم وتشيلي الشوكة بنفس الشكل كده. كمان ده بيبقى سهل كده في الأكل حتى لو عندك أطفال كمان. بنفس الطريقة خلصت كده السمكتين. شايفين الجمال؟ لا انهروا ولا حاجة ولا خليت فيهم أي شوكة. بعد كده بقى هتبدأي تحضري التتبيلة. معايا هنا معلقة من التوم المفروم، والتوم ده كنت عاملاه فيديو مع حضراتكم. كمان معايا هنا معلقتين كده من هريسة الشطة. كمان السمك بيحب الكمون والليمون. معايا معلقة كده من الكزبرة على معلقة من الكمون. كمان نزلت كده بنص معلقة من البابريكا، ونزلت كمان برشة كده من الملح ومعلقتين من الزيت. اهوت نزلت كمان هنا بقيمة كده ليمونتين كده، عصير ليمونتين. رايحة اقلب بقى الخليط ده كله مع بعضه زي ما حضراتكم شايفين كده، وهبدأ بقى املح او اتبل السمك. بدأت هنا بقى اتبل السمك. تبليه كويس قوي بقى كده من فوق ومن تحت، ولو فيه وقت سيبيه يتشرب كده من التتبيلة. انا سبته في حدود نص ساعة كده لحد ما تشرب من التتبيلة. بسم الله ما شاء الله، التتبيلة طعمها وريحتها جميلة جدا. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، منتهى الروعة. بعد ما تبلته بالشكل ده هبدأ بقى اعمل الخطوة اللي بعد كده. معايا صينية هنا على البوتاجاز فيها 3-4 معالق كده من الزيت، ومعايا كمان كمية من البطاطس. انت بتعملي الكمية المناسبة ليكي. هنزل بالبطاطس في الزيت. رايحة ادي البطاطس كده تشويحة علشان لما ادخلها الفرن مع السمك كله يستوي مع بعضه. بعد ما شوحت البطاطس كويس قوي هبدأ بقى انزل ببصلاية كده متقطعة جوليان بالشكل ده، ورايحة اشوح البصلة كده مع البطاطساية. بسم الله ما شاء الله، الريحة كانت جميلة جدا. طبعا بعد ما شوحتهم كويس هطفي عليهم وهبدأ بقى ايه اجيب الطاجن بتاعنا. هنزل في الطاجن كده بالبطاطس والبصل، وبعد كده هبدأ اجيب طماطم. ممكن تقطعي الطماطم طرنشات كده وتحطيها على البطاطس، وممكن تعمليها مبشورة بالشكل ده. معايا هنا طماطمايه كبيرة كده بشرتهم وتخلصت طبعا من القشر. نزلت عليهم بقى بكمون على كزبرة، نزلت بالملح، اي توابل انت حابة تضيفيها براحتك. طبعا قلبت الطماطم مع التوابل بالشكل ده، وهبدأ بقى انزل بيها على البطاطس. زي ما قلت لحضراتكم لو حباها تقطعيها كده طرنشات وتضيفيها طرنشات براحتك. بعد ما نزلت بالطماطم المتبلة هبدأ بقى اقطع السمك بالمقص بالشكل ده شرايح زي ما حضراتكم شايفين كده. شايفين الجمال؟ مخلي بقى من الشوك، وكمان بتقطعيه قطع صغيرة كده. بيبقى معاكي جميل جدا، وكمان بيبقى سهل كده في الأكل لو عندك أطفال صغيرين. بعد بقى ما حطيت السمك في الطاجن، أي تتبيلة كده متواجدة في الطبق هبدأ أنزل بها على السمك. طعمها جميل جدا جدا. طبعا في الوقت ده كنت مسخنة فرن البوتاجاز على أعلى درجة حرارة أو على حسب درجة حرارة فرنك.
طبعا دخلت الطاجن على الرف الأوسط، أخد من 20 ل25 دقيقة. أنا ما غطيتش الطاجن، أنا سبته كده. لو انت حابة تغطيه الأول كده بفويل براحتك، أنا ما رضيتش أغطيه علشان إيه يستوي وكمان ياخد اللون كله مع بعضه. بعد ما أخد في حدود 25 دقيقة وبقى بالجمال اللي قدام حضراتكم ده. شايفين الجمال بقى؟ بسم الله ما شاء الله. الريحة كانت جميلة جدا والطعم أجمل وأجمل طبعا، والشكل بيغني عن الكلام. أتمنى من كل قلب إن حضراتكم تجربوا الطريقة دي، هتعجبكم جدا. كمان رايحين نقدمه كده السمك مع بعضه. هتشوفوا قد ايه السمكة طالعة كده ما هيش مهرية، والبطاطساية كمان طالعة في منتهى الجمال. لا السمك مهري ولا البطاطساية مهرية، وفي نفس الوقت السمك مستوي والبطاطس مستوية. شايفين الجمال؟ جميل جدا حبايبي. يا رب كده أكون فدتكم بمعلومة، ولو وصلتوا لحد هنا لايك وسلام عليكم.